خليني أقول لك حاجة تخوف. في ناس ما بتدخلش العلاقة علشان تحب، في ناس بتدخل العلاقة عشان تثبت إنها تستاهل تتحب، ودي مصيبة في حد ذاتها. احنا تعودنا دايما نصدق إن الحب شعور، بس للأسف في علم النفس في ناس دايما بتشوف إن الحب هو وظيفة نفسية. الوظيفة دي اسمها إثبات القيمة، يعني العلاقة تتحول من مشاركة لمحكمة علشان إزاي تثبت فيها قيمتك. العلاقة اللي ما بين اتنين بيكون فيها طرف دايما بيشتغل على انه يثبت انه يستاهل يتحب، دي في حد ذاتها كارثة، لان في انماط شخصية اتربت على فكرة واحدة، هي ان قيمتي مرتبطة برضا اللي قدامي، ودي مش مصيبة، دي كارثة في حد ذاتها. الشخص ده بيبالغ قوي في العطاء، وكمان مش بس كده، ده بيخاف يطلب وبيستحمل اكتر من اللازم. ما تقوليش هنا طيب، ده لأنه بيحاكم نفسه طول الوقت. انت فاكر انك بتتعلق بالشخص؟ للأسف الإجابة لا، انت بتتعلق باللحظة اللي يحسسك فيها انك كفاية، فلو مشي وبعد هتحاول اكتر. وده مش حب على فكرة، ده امتحان بتثبت فيه لنفسك قيمتك الحقيقية، لانك رابطها برضا اللي قدامك. على فكرة الشخص ده ممكن كمان يختار شخص مؤذي، ودي مصيبة. عارفين ليه؟ لان الشخص المؤذي والصعب يخليه دايما في وضع اثبات، بيبرهن لنفسه بمنتهى القوة انه شخص يستاهل يتحب. الخطر بقى في العلاقة دي ان العلاقة دي ممكن تتحول لمصدر استنزاف. فيها طرف سهل جدا بالنسبة له انه يكمل، ما هو مستريح، وفيها طرف دايما بيثبت لنفسه انه يستاهل يتحب، فبيعمل كل طاقته وما بيخرجش من العلاقة دي، لانه لو خرج منها معناها انه فشل في الامتحان، وده هيولد عنده اكتئاب صامت وغضب مكبوت، وممكن يوصل انه يكره ذاته. وعلشان كده لازم نعمل اختبار صريح ونسأل نفسنا، لو العلاقة دي انتهت هتحزن على الشخص ولا هتحس انك مش كفاية؟ لو حسيت انك مش كفاية اعرف انك كنت بتثبت نفسك مش بتحب. الحب الصحي فعلا ما بيحتاجش إثبات، والعقل دايما بيختار اللي يعرفه حتى لو كان مؤلم.